حلقة من سلسلة الأسرجية. الذوق ما خرجش من مصر. البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. دي مقولة شعبية موروثة من التراث الشعبي، واحنا كمصريين نموت في التقليد، فبقينا جيل يعلم الجيل اللي بعده ويقول له الذوق ما خرجش من مصر. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها. والناس فاكرة وقتها إن الذوق ده الأدب والأخلاق. لا يا سيدي والله ما هم. وعشان أبقى دقيقة معاكم في قصة النهاردة اللي بطلها سيدي الذوق. الحكاية بدأت سنة 763 وبطلها واحد اسمه حسن جه مصر من المغرب. طول عمرها مصر مرحبة بالضيوف. شايف ياض البودي بيلدينج؟ بودي بيلدينج؟ ده انا كنت فاكره مصري زينا. جه حسن علشان يتاجر في مصر وكمان بالمرة كده يدرس في الأزهر، فقعد يدور على مكان يكون قريب من الأزهر وكمان من تجارته، أو على الأقل يوفر مواصلات، فما لقاش أحسن من شارع المعز. وكان حسن مشهور جدا جدا وسط الناس، وتعرف عنه الحكمة والقوة والشجاعة والأمانة والذوق. وهنا بقى مربط الفرس، واللي معروف طبعا عننا كمصريين إن إحنا ما ينفعش ننادي واحد كده باسمه، لازم نعلمه. والموضوع ده مش قديم، ده بالعكس ده عايش معانا لحد النهارده. زي ما بنسجل كده الأرقام على الموبايل، هتلاقيها مثلا متسجلة رانيا البنت اللي مش طايقاها، الواد اللي كان واقف جنب بتاع الفراخ على الناصية، سلو بلدنا كده. والحمد لله إن إحنا قادرين نحافظ على الموروث ده لحد النهارده. المهم بقى نرجع لحكايتنا. راحوا سموه حسن الذوق، مع إن كان أسهل لهم مثلا يسموه حسن المغربي. قلت كده والنعمة قلت كده. لكن إزاي؟ المصري لازم يحط التاتش بتاعته. وفي الوقت ده كانت بداية ظهور الفتوانة في مصر، فطبعا في شارع المعز ما لقوش أحسن من حسن الذوق يبقى هو في توته. سلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا سعدين تعالى بس تعالى. وبقى حسن بيدرس في الأزهر ويشتغل في تجارته ويحكم كمان بين الناس. بس ما كدبش اللي قالك صاحب بالين كداب. انت كداب ابو صلاح. فعلا انا كداب يا استاذ لمبي. في مرة من المرات قامت عركة كبيرة قوي، وما كانتش عركة عادية، دي عركة بين فتوات الأحياء الشعبية. في حاجة يا أما؟ العيال دي غلطوا فيا. الواد ده معاهم؟ الواد ده ضربني. وللأسف فشل حسن إن هو يصلح ما بين